دمعة غادي نغني لك عليهم اللي دارونا كيما الشمعة يلقونا من الظلام عليهم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الفنان الجزائري الشاب بلال لحادث سير مروع، لكن وفقا لمصادر صحفية جزائرية فقد كشف مصدر مقرب من الفنان الجزائري أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح، ونفى هذه الشائعات. أكد أن الشاب بلال يخضع لعملية جراحية في منطقة الظهر إرني ديسكال ويتمثل بالشفاء في الوقت الحالي. كما حث نفس المصدر على عدم تصديق كل ما يقال وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وضع الشاب بلال منشورا على حسابه الخاص بالانستغرام عبر خاصية ستوري أشار من خلاله أنه مريض فقط، ولم يعلن عن تعرضه لحادث مرور، وكتب قائلا: اللهم إني أدعوك أنت السميع العليم، راني مريض بزاف وراني في المستشفى، دعوا لي ربي راني مريض بزاف، ربي يجيب الخير. الشاب بلال اسمه الحقيقي بلال موفق، وهو مغني جزائري شهير، يعتبر أحد أبرز فناني موسيقى الراي. ولد في 23 يوليو 1966 في مدينة شرشال بالجزائر. بدأ مسيرته الفنية في التسعينات، وأصبح معروفا بأغانيه التي تمزج بين الموسيقى التقليدية الجزائرية والموسيقى الحديثة. تناول الشاب بلال في أغانيه مواضيع متنوعة مثل الحب، الحياة الاجتماعية والصعوبات التي يواجهها الشباب في المجتمع. بفضل صوته المميز وأسلوبه الفريد اكتسب شهرة واسعة في الجزائر وفي دول شمال إفريقيا وأوروبا، حيث يعتبر أحد رموز موسيقى الراي. وفي أحد تصريحاته الصحفية قال الشاب بلال: أعتمد كثيرا على الكلمات القريبة من الناس وعلى الإيقاع الشعبي البسيط، وسأواصل مشواري في هذا الاتجاه، لأنني بكل بساطة ولد البلاد الذي سيبقى دائما محافظا على جذوره المغاربية. صاحبي شي عباد ولا تتخوف، يقرا خايا ويبان لك راجل، زعما قافز وانت يا مغندف، سبناهم رخاص خيناهم باطل.